السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل نشرتنا بأبرز المستجدات. شهدت عدد من المناطق انقطاعات متفرقة في التيار الكهربائي، ما أثار استياء المواطنين، خصوصاً مع تأثيرها على الحياة اليومية والخدمات الأساسية، في انتظار توضيحات من الجهات المختصة. إلى أحوال الطقس. تعرف عدة مناطق من البلاد تقلبات جوية ملحوظة تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وتساقطات مطرية متفرقة، إضافة إلى رياح قوية ببعض الجهات. وفي الشأن الاقتصادي، ما تزال أسعار بعض المواد الأساسية تعرف ارتفاعاً نسبياً، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين. ختاماً، ندعوكم لمتابعة مستجدات الأخبار عبر قناتنا ومشاركتنا آراءكم بكل موضوعية. شهدت عدد من المناطق انقطاعات متفرقة في التيار الكهربائي بسبب تأثيرها على الحياة اليومية والخدمات الأساسية، في انتظار توضيحات من الجهات المختصة. إلى أحوال الطقس. تعرف عدة مناطق من البلاد تقلبات جوية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وتساقطات مطرية متفرقة، مع رياح قوية ببعض الجهات. وفي خبر دولي، يواصل المجتمع الدولي متابعة تطورات الأوضاع في عدد من المناطق المتوترة، مع دعوات متجددة إلى التهدئة والحوار لتفادي مزيد من التصعيد. رياضياً وعلى الصعيد الوطني، تتواصل منافسات البطولة الاحترافية المغربية وسط تنافس قوي بين الأندية على المراكز المتقدمة، في انتظار الجولات المقبلة التي ستحدد ملامح الترتيب العام. رسمياً، المغرب ضمن قائمة المستفيدين من برنامج التمويل العسكري الأجنبي FMF للسنة المالية 2026، وتوضح الجداول المالية المرفقة بقانون الميزانية تخصيصاً محدداً بقيمة 20 مليون دولار لدعم القدرات الدفاعية للمملكة. ويأتي هذا التمويل في إطار الدعم العسكري الأجنبي، مؤكداً استمرار التعاون الأمني بين واشنطن والرباط، ويعكس البند في الميزانية الأولويات التي حددها الكونغرس بشأن العلاقات الدفاعية الثنائية. كما يضع هذا القرار المغرب ضمن مجموعة مختارة من الدول وللشركة المستفيدة من هذه المساعدة الأمنية، وهي آلية استراتيجية تخضع للإشراف المشترك من وزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي. ومع ذلك، يظل استخدام هذه الأموال خاضعاً لرقابة صارمة، حيث ينص التشريع على ضرورة إخطار اللجان المختصة في الكونغرس مسبقاً بأي عملية صرف للأموال، وفق الإجراءات القياسية التي تحكم مبيعات المعدات العسكرية واتفاقيات التمويل ذات الصلة. شكراً لكم على حسن المتابعة.